نظمت الجمعية الثقافية الشبانية زهرة اليوم لولاية البوليدة أيام المسرحية البوليدية تحت شعار معا للنهوض بالمسرح في مدينة الورود، وورشات تكوينية مفتوحة في كل من ورشة التمثيل المسرحي، ورشة الأداء، ورشة الكتابة الدرامية، وورشة الإخراج. كما أشرف الكاتب والناقد المسرحي الأستاذ محمد بويش محافظا لهذه الأيام من 11 إلى 16 مارس بالمركز التسلية العلمية باب الجزائر. ومن جهة أخرى تقدم كل العروض المسرحية بالمركز الثقافي محمد خداوي بدءا من الساعة 5 مساء. في ورشة التمثيل المسرحي والأداء من تأطير الفنان الأستاذ وليد عبد الله في تعليم مبادئ التمثيل للشباب ومحبي الفن الرابع. أكثر حضور زهر عاوز من الناس التجربة بتاعتك ما خلص. هذا ما هو خطأ مات، سيدي فلان مات وعبد القادر وحده ما يقدر على الغزوات، تنشفوا كحد من السماء والعدو اللي قاطع على البحر باش تقابلوه يعني ولد في الزوال. اسمع يا المرسول جاك كلام واليوم لازم تخبر وتسمع من الشرق للغرب من الشمال للجنوب تقول الجسد. اللي مجرد كلام لكن لازم يكون حضور صوت الممثل. فاهم؟ حضور صوت الممثل ماشي مجرد حاضرين فقط. النص ماشي حاضر عنده ديكوباج تاعو التقسيم تاعو. من جهة التمثيل المسرحي وورشة إعداد ممثل، أشرفت الفنانة الأستاذة سهام بيروك على تقديم تمارينات في أبجديات مخارج الحروف وكيفية تقسيم سيناريو وإعداده على الخشبة للمشاركين في هذه الدورة. وورشة أخرى في الإخراج تحت تأطير الفنان دراوي سيد أحمد لإعطاء مفاهيم وعلاقة الممثل بالمخرج، النظرة الإخراجية والإدارة الفنية للممثل. كل التوفيق والنجاح دعما لمواهب الشباب من الهواية إلى الاحترافية، وكل الشكر لجمعية زهرة اليوم وكل التقدير للأساتذة والمؤطرين.